فهمتوا؟ يعني لبنى من هاد الناحيه ديال الطوبات والفيران غادي يبقاو يتساراو ليها في الدار، بان لي واحد الوقيته غادي يوليو هما مالين الدار. المهم كاينين الحلول. علاش خايب دابا السفلي؟ وهي دابا حاليا ما جاتش حتى في السفلي، جات تحت السفلي، يعني قريب ليهم كل شيء، يخرجوا ليهم الطواليت من لاكور، من اي بلاصه فيما قال لهم مخهم يخرجوا يعشوا ليها تماك، يولدوا ليها، يوليو ياكلوا معاها. والطبات والفيران راه سامين السم، غير لا مشاو من شي بلاصه راه تيخليو. وهذه بنتها زنوبه كنشوف اللعاب ديالها كاينين في لاكور، كاينين في الارض، يعني تقدر تهز واحد اللعبه هي صغيره ما عارفاش تهز هذيك اللعبه ديرها في فمها يوقع ليها تسمم، وهادشي راه خطير. وباش نتفادى هاد الطبات وهاد الفيران اي قرقاره، حنا تنقولوا لها قرقاره، اي قرقاره دير فوقها شي حاجه ثقيله، بحال شي بريكه، بحال شي، المهم شي بيدو ديال 5 يطرو، المهم ما يخليهاش تزعزع. يعني الطوبه واخا تبغي تطلع ما تلقاش كيفاش تطلع، حيت شفت شي وحدين قالوا ليها ديري الدواء تماك. انا ما نصحش بالدواء، لان عندها بنيته صغيره ما تعرف تدخل الطواليت، طيح ليها شي حاجه تماك تهزها ديرها في فمها، الله يستر. تفادى الدواء، وانما دير شي حاجه ثقيله فوق القرقره، دير شي حاجه ثقيله كذلك حتى فوق الطواليت، راه يقدر يخرج ليه حتى من الطواليت يهز هذيك ويخرج. لهذا اللي قضى حاجته ملي يبغي يسد هذاك البانيو ديال الطواليت يحط فوقه شي حاجه ثقيله. شفت كذلك انها كتنعس في هذيك الدار وفي الظلام. تبارك الله الدار راها كبيره، وكاينه هي وبنيتها صغيره، والجنون راهم كاينين. راه ما يجيش شي حد يقول لي راه ما كاينينش. اي حاجه كاينه في القران حنا كنامنوا بها. المهم من هادشي كامل شفت لبنى لحد الساعه ما خدماتش القران في هذيك الدار، ما دارتش سوره البقره، كلشي كاين صحه دير القران. ماشي بالضبط يسيح الدم، حيت شفتها قالت واحد اللقطه، وشفتو انا ما درتش الدم، ها هو صدق المعلم ساح ليه الدم. لا لا، هذاك الشيء خرافات. الانسان كيخدم سوره البقره وكل صباح خاصك تلقيها. ارجع لكم اللبياته، صراحه صعيبه باش تنعسي في هذيك الدار والضو ما كاينش، انت وبنيته صغيره، الظلام. صراحه ما انا بالنسبه ليا ما نقدرش والو، ما نقدرش. وهذوك مالي المكان عزيز عليهم الوليدات الصغار، كيمشيو عند الابرياء، عند الملائكه، عند، فهمتوا؟ راه لا جيت نعاود لكم شي قصص راه واقعيه على هادشي كان في زمان، راه تخلعوا. المهم كنتمناو لبنى دير بالنصائح ديال المتابعين ديالها، تخدم القران، ما تباتش تماك، تمشي عند ام يوسف الفاسيه وتبات عندها حتى يخرج بكريشه ويباتوا. لان راه الدار دخلتي هكاك داخله نيشان هاجمه، ما ما عرفتش كيفاش غنشرح لك، ولكن راه صعيب الحال. وها نتوما كتشوفوا الزاج تهرس، دقدق، يوسف دار اكسيدون، طاحت المهمه من دروج ام يوسف الفاسيه، الله يستر الله يستر. المهم تخلط هذاك الشيء بالعين، راه كارثه، راه طاقه سلبيه. الطاقه السلبيه خاصها تحيد بالقران. ما نكذبش عليك، انا ما كاينش شي واحد تيدخل للدار غير هكاك مدرم، خاصو يخدم القران باش حتى انتي ترتاحي نفسيا ويبعد عليكم هذاك الشيء، البلا والباس، وتصدقي، وبزاف د الحوايج اللي كيبعدوا هذاك الشيء، كيبعدوا الكوارث. انا ما غاديش نقول لك دابا حاليا ديروا الطلبه ولا في هذيك الدار، ولا عارفك حاليا ما مستعداش، وانما صدقي شري شي حاجه عطيها لشي مسكين، تبعد عليك البلا والباس. ماشي غير انت وام يوسف الفاسيه، وكذلك يوسف الحمد لله ملي خرجت لهم الطريفه، راه ربي وقف معاهم. ولهذا ملي تيشوف الانسان بحال هاد الكوارث، كارثه من ورا كارثه، كارثه من ورا كارثه، كيصدق ولا وكيخدم القران، كيقولوا اذكار الصباح والمساء،
انا بنتو ليا ما كتقولوا لا اذكار لا قران لا والو، وبالاخص في هذيك الدار الجديده. هذيك الدار راه ماليها راه ساكنين، راه نتوما اللي دخلتوا عليهم جداد ما عرفوكمش. ونقول لكم الحقيقه، راه اي دار عرفتو دابا غير الدار داركم نتوما ساكنين فيها، ولكن تيقول لك في الليل الا خرجتي، في الليل الا خرجتي خاصك تخلي الضوء شاعل، ما تحلش الباب على الظلام. هادشي تيقولوه الناس ديال بكري، الناس القدام. تيقول لك كذلك ما بين المغرب والعشاء ما تخليش الوليدات يلعبوا في الزنقه، وحتى في الدار جلسوهم هذيك الوقيته ما بين المغرب والعشاء، تماك فين كيتشير الواحد. وبالاخص تيقول لك على الدراري الصغار لانهم معرضين، وما يجيش شي واحد يقول لي لا هادشي ما كاينش، هادشي كاين. ولهذا خاص الانسان يحمي راسو، يرقي راسو، يدير خدم القران ويحل الماء ويدير الرقيه، يدير الرقيه في التليفون، في بلاصه ما نصور انا فيديو نخدم القران. راه التحصين ديالي والتحصين ديال الابنه ديالي والتحصين ديال الدار اولى لي انا من هذاك الفيديو اللي غادي نخسر عليه الباتري، حيت انتي قلتي ما كاينش الضوء تماك. بالنسبه لي حتى هذيك البياته راها صعيبه على البنيه الصغيره، راه صعيب الظلام في الليل تماك، يبان لك بحال شي انا بعدا ما نقدرش. الدار واخا تكون غير مقدوده وما يكون حتى واحد والظلام مقطوع الضوء، يعني ما كاينش الضوء، كان غير مقطوع ويرجع يكون عندك امل، ولكن الضوء ما كاينش بتاتا، راه صعيب الحال. عاد زيد هذيك القطه اللي جريتي عليها، هي مزيانه من واحد الناحيه، ان القطط صراحه داك الزغب ديالهم صعيب تيدير الحساسيه، بالاخص انت عندك بنيه صغيره. ولكن من واحد الناحيه هو انه مزيان القطه عندك انت في هذيك الدار. علاش؟ باش تاكل لك تاكل لك الطبات وتاكل لك الفيران، لانها غادي تساعدك من بعد. انت غادي تولي تقلبي على شي قطه، خليها غير في السفلي، خليها غير تماك حدا لا كويزين تماك، فيما خرجت شي حاجه بعدا تاكلها، بعدا تفكك من هذاك الطوبات والفيران. النصيحه راه قلتها لك انك تسدي هذيك الغلاقه بشي حاجه ثقيله وصافي، صافي وعادي. ملي غادي تخدمي القران وداك الشيء وتعاملي عادي، بلا ما تبقاي تفكري في هادشي اللي تنقولوا لك حاليا ديال مالي المكان والجنون وكذا وكذا. حنا تنقولوا لك هكا غير باش تخدمي القران، لان عيينا ما نقولوا لك ديري سوره البقره، خدمي 60 حزب كامل. انت اش خاسره؟ تليفون شارجي عند ميمه وجيبيه خاص غير بالقران، على الصباح تلقيه حتى يكمل الشارج بالقران. ما تخدميش كاع هذاك الهاتف، لان صحتك وصحه بنتك اولى. المهم انا تنعاود لكم من خلال تجارب مع الناس. كاينين ديور اللي عندهم مالين مكان صعاب، خاصك تدخلي وتقولي السلام عليكم يا مالي المكان. دابا نتوما هادشي غادي يجيكم عجب وكتخربق وكتامن بالخرافات. هادشي ماشي خرافات، راه غير الدار الا دخلتي ليها مسكونه وتدخلي ليها خاويه ما فيها حتى واحد، تحلي الباب وتقول السلام عليكم يا مالي المكان. هادشي راه جاري به العمل وكانوا تيديروه جدودنا فهمتوا؟ يعني الانسان يحصن راسو، راه كاين القران راه من حد الواحد ما تيدير لا قران، ما كيصلي، ما استحمص، راه الكوارث كارثه من وراء كارثه. وبالاخص الصدقه، صدقوا 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 قد ما لقيتوا، لان الصدقه زوينه وتبعد عليكم المشاكل وتبعد عليكم اي حاجه خايبه وترتاحوا، حتى النفسيه ديالكم كترتاح. المهم هذا هو الفيديو، الا بقيتوا حتى لهنا ما تنسونيش من اللايكات ديالكم والبارطاج. والسلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله. بسلام عليكم.